اهلا بيكم وما اقدرش اتاخر عليكم، واللي طلب مني فيلم الجوكر الجديد دلوقتي بقى بين ايديكم بعد ما شفت في الجزء الاول ارسل فيليك بطل فيلم الجوكر لما حاول يصرف علاجه ومنعوه عنه، ولما شويه عيال قطعوا عيشه لما كسروا له شغله وكمان ضربوه وقالوا منه، ولما امه اللي هي حب حياته اعترفت له انه ده حرام وتخلص منها، ولما راح لابوه طرده وهزقه واقل منه، ولما الحته الطريه اللي هي حب حياته بعدت عنه وهربت منه، ولما مجتمعه اضطهدوا وتخلوا عنه وتحول من ممثل كوميدي لوحش دموي وعمل ثورة وبسببها اتحول لمحاكمة ودخل السجن ومعرفش يهرب منه. الآن مع الجزء الثاني بتبدأ أحداث الفيلم بأرثر في سجن المجرمين المجانين وهم بيحبسوه بعد الجرائم اللي عملها في الجزء الأول، وبنشوف الحراس بيجهزوه وبيحلقوا له دقنه وبيظبطوه، وكمان جابوا له تلفزيون ودي في دي علشان عنده جلسة علاج نفسي، والظابط كان بيقول له ايه مفيش نكته جديده، وارثر كان بيبص لهم بقرف ومش مديهم اي اهتمام. وهم ماشيين عدوا على غرفه العلاج النفسي بالموسيقى، والله الناس دي رايقين قوي. ساعتها شاف بنت خرجت من الاوضه وكان واضح جدا انها معجبه بيه، وعملت له الحركه بتاعته اللي بيحبها، وهو كان بيبص لها وبيضحك واتفائل ان في حد معجب وبيحبه. وقبل ما يخش للدكتوره قابلته المحاميه وقالت له هم واخدينك دلوقتي عند دكتوره التحليل النفسي اللي هتحدد انك جاهز للمحاكمه وعقلك حاضر ولا هتعمل لهم مصيبة تانية في المحكمة. وقالت له الدكتورة هتكون مسجلة لك فصحصح كده وخد بالك، وقالت له انت لازم تتعالج في مستشفى متأهلة مش وسط مجرمين. وقالت له كمان الدكتورة بتقول الجرائم اللي انت عملتها كان سببه اللي انت شفته وانت صغير، وده خلى عقلك مقسوم نصين، نص طيب ونص شرير. وقابل الدكتورة اللي قالت له انا مش جاية هنا يا حبيبي علشان ادافع عنك، انا كل اللي يهمني اني اعالجك وعشان كده لازم تكون صريح معايا. وسألته عن احساسه قبل ما يقتل الثلاث شباب في القطر وما ردش عليها، وسألته كمان عن احساسه قبل ما يخلص على المذيع اللي كان بيتريق عليه، عملها برضه بعدم اهتمام وخلصت المقابلة. وتاني يوم الصبح اتفتح باب الزنزانة وخدوا الضابط لجلسة العلاج النفسي بالموسيقى، وهناك الدكتور رحب بيه وعرف زمايله بيه وشرح له ان قد ايه الموسيقى غذاء للروح والبدن. وهناك قابل البنت اللي كانت معجبه بيه وقالت له ان اسمها لي، وقال لها انت حبسوكي ليه؟ وقالت له علشان ولعت في شقه ابويا. رد عليها وقال لها اقول لك سر، هم فاكريني ان انا خلصت على 5 تنفار لكن ما يعرفوش ان امي كانت السادسه. وفجاه بقت تغني، والظابط خد ارثر ومشي، وارثر شاف في تلفزيون السجن الاعلام مشوه صورته وبيتكلموا عليه كلام وحش، وبيقولوا ان المفروض ما نتعاطفش مع مجرم زي ده وانه مجرم ويستاهل الاعدام. ساعتها قعد تحت المطره يضحك ضحكته الشهيره وفي الاخر بقى يعيط. واثناء اليوم الترفيهي كان ارثر وليه بيتفرجوا على فيلم في سينما السجن، وليه قالت له يلا بينا نخرج عشان عايزاك في كلمتين. قال لها ارثر انا لو خرجت من هنا هيضربوني بالرصاص. ساعتها ليه راحت اخر المسرح وولعت سيجاره وعملت حريقه حصلت حاله ذعر بسببها، وليه خدت ارثر وجريوا بره السيما. قال لها انت ايه اللي عملتيه ده؟ قالت له ما انا قلت لك تعالى نخرج بالذوق، انت ما بتجيش غير بالعين الحمراء. وفضلوا يغنوا ويرقصوا والنار مولعة وبدأوا يحاولوا يطلعوا سور السجن. ساعتها الحراس افتكروا ان هم بيحاولوا يهربوا ومسكوا ارثر وسحبوه لسجن انفرادي لمدة 2 أسبوع. وتخيل ان حبيبته لقت طريقة ودخلت قابلته وقالت له انها خارجه افراج وانها هتستناه لغايه ما يطلع من السجن. وبعد كده المحاميه قالت له دلوقتي هتقابل كبير الاستشاري النفسي اللي هيحدد انك في حاله طبيعيه ولا كنت مختل عقليا لما ارتكبت الجرائم، وإياك تلخبط في الكلام. الدكتور خده على السخن واستفزه وحمله الخطأ بالكامل وانه انسان طبيعي ويستاهل حكم الاعدام. ساعتها ارثر اتعصب عليه وقال له انا كنت تعبان نفسيا اثناء ارتكاب الجرائم دي لكن دلوقتي انا ابتديت اتحسن. والدكتور وافق على عرضه للمحكمة وانه عقله طبيعي وانه ممكن يتحاكم ويتابع قضيته. واثناء عرضه على المحكمة الشرطة امرت بغلق الشوارع ورفع درجة التأمين الشديد لانهم خايفين جدا انه يعمل شغب وقلق ويهيج الناس ويقومهم عليهم. ولما وصل لقى الناس متجمعين وعاملين قلق جامد جدا وبيهتفوا باسمه لانه كان بالنسبة ليهم ايقونة محاربة الظلم والفساد. ودخل من باب المحكمة واثق من نفسه، اتعاملت معاه الصحافة والحاضرين كلهم على انه بطل شعبي وكان بيحييهم
وبتبدأ المحاكمة، وهيئة المحلفين ووكيل النيابة كان بيقول للقاضي إن الشخص ده طبيعي جدا وبيمثل عليكم، والدكتور الاستشاري كان برضك بيقول إنه بيدعي المرض وبيدعي ان عنده انفصام في الشخصيه. سيادتك الشخص ده المفروض يتحكم عليه بالاعدام. والقاضي امر بمرافعه المحاميه، وسالت الدكتور وقالت له حضرتك ايه دليلك ان موكلي مش مريض بانفصام في الشخصيه؟ قال لها انا رجعت كل الاختبارات النفسيه والعصبيه والطبيه، من الاخر ده بيشتغلكم. قالت له حضرتك قريت ملفه وهو عنده 7 سنين لما شاف كل انواع العذاب والاعتداء الجسدي ومحدش ساعتها صدق الكلام المهم ده؟ قال لها لا ما قريتش الكلام ده. قالت له ما قريتش ملفه كويس ولا قعدت معاه فتره تحلله؟ امال جبت منين انه بيضحك علينا وان عقله سليم؟ وبعد انتهاء الجلسه الاولى حبيبه الجوكر اتخانقت مع المحاميه وقالت لها انت مش عارفه تشوفي شغلك لانك فشلت في الدفاع عنه، وقالت لها انها مش عارفه الجوكر بالنسبه للناس ايه. ساعتها المحاميه قابلت ارثر وبعت حبيبته وقالت له احنا ممكن نكسب القضيه لكن حبيبتك هتبوظ كل حاجه. قال لها ليه بتحبني وبتخاف عليا؟ قالت له لا ما بتحبكش، دي جت المستشفى بمزاجها ومشيت برضه بمزاجها. وقالت له دي بتخدعك وانت مضحوك عليك وما تصدقش اي كلمه هي تقولها. وليه خدت اذن بالزياره لارثر؟ وارثر واجهها بالكلام اللي قالته المحاميه. ساعتها ما كدبتش كلامها وقالت له انها جت المستشفى بمزاجها صحيح لكن عشان تشوفه وتكون جنبه، وصدمته لما قالت له في اخر المقابله انها حامل دلوقتي منه وبتحبه وهتحارب الدنيا عشان تكون جنبه. وفي الجلسه الثانيه كانت حبيبته القديمه قاسيه جدا على ارثر في اقوالها للمحكمه. كانت بتقول ان امه كانت بتقول لها ان ابنها عايش في الخيال والوهم وانه بيحاول يضحك الناس وهو دمه تقيل، وان امه كانت مسمياه بهجه وفضل عايش في الكذبه دي من صغره لغايه ما صدق نفسه وكبر واشتغل مهرج. وده ضايق ارثر جدا وقام فجاه وطلب يمثل نفسه في المحكمه وانه مش عايز محاميه تدافع عنه. المحكمه حصل فيها حالة من التوتر والقلق، وحبيبته ليه كانت مبسوطة جدا من قرار حبيبها أرثر. ووافقت المحكمة على إن أرثر يمثل نفسه قدامها علشان دي تعتبر قضية رأي عام، وأرثر كان لابس قناع الجوكر والقاضي كان بيقول مفيش مشكلة ولكن يا ريت ما تتقلبش قاعة المحكمة لسيرك. وأمرت المحكمة بدخول الشاهد وكان اسمه غاري بودلز، وهو ده كان صاحبه الوحيد اللي ما تخلصش منه في الجزء الأول لأنه ما كانش بيتنمر عليه زي أصحابه التانيين. وسأله أرثر وقال له شفت إيه؟ وحكى له بودلز انه شافه بيقتل صاحبه المتنمر وانه ما كانش يستحق الموت وانه لغايه دلوقتي خايف وما بيعرفش ينام بعد ما شاف الصدمه دي قدام عينيه، وقد ايه انه حاسس بالصغر في الحجم وفي القوه. وانتهت الجلسه لما المحكمه سالت الهجوم والدفاع عن اي حاجه ممكن يقولوها واجابوا بالنفي. ولما خلصت الجلسه ورجعوه للسجن تاني الحراس عملوه معامله سيئه جدا وضربوه وعذبوه ورموه في الزنزانه غرقان في دمه. ولما راح الجلسه الثالثه كان باين عليه القلق والتوتر والانزعاج الشديد، وفاجئنا لما اعترف قدام المحكمة انه مذنب وقتل 6 اشخاص من ضمنهم امه. وحصل ساعتها انزعاج شديد في المحكمة لكل معجبيه، دي حتى حبيبته ليه سابت المحكمة ومشيت. وفي لحظة النطق بالحكم هيئة الإدانة اجمعوا ان ارثر مذنب من الدرجة الاولى على كل الجرائم اللي عملها. ساعتها قعد يضحك لان اللي هم مش عارفينه انه لما بيحزن جدا بيجيله حالة من الضحك الهستيري، وواضح ان ضحكه ما عجبش ابو واحد من ضحاياه اللي مسك فيه، والمحكمة بقت ساحة للقتال. وفجأة انفجرت المحكمة بسبب قنبلة كانت مزروعة جوه عربية، والنار بقت في كل مكان. وقابله واحد لابس ملابس الجوكر وكان واضح انه من معجبيه، خده في عربية وخرجوا بره المكان. وفجأة نزل أرثر من العربية وفضل يجري وهم ورا منه. ساعتها أرثر اتخيل انه قابل حبيبته وبيقول لها انه ما يقدرش يعيش من غيرها، لكن هي عاتبته جدا بسبب انه اعترف على نفسه بكل جرايمه وودعته ومشي. والشرطة اتجمعت في المكان وقبضت عليه تاني. وهو في السجن الضابط قال له عندك زيارة، وهو رايح يقابل اللي جاي له قابله مسجون من زمايله وقال له ان عنده نكته عايز يقولها له. وارثر ما حرجوش وقال له اتفضل قول النكته بس بسرعه. وبنتفاجئ ان زميله بيضربه بالسكينه، وقع ارثر على الارض من الضربات. ولازم تعرف يا صديقي ان الفيلم ده كله عباره عن رحله في خيال دماغ ارثر، وان الفيلم كان بيحتوي على 14 اغنيه، والاغاني كلها رد فعل داخلي لعقله اللي مش قادر يظهره للناس. وبرغم من نهايته ما كانتش متوقعه وما كانتش قد كده، لكن انا ما اقدرش اتاخر عليكم في اي طلب، وما نقدرش برضه ننكر ابداع تمثيل الممثل وادائه. وفيلمنا خلص لكن افلامنا لسه ما خلصتش. كل اللي بتمناه انك تكون استمتعت معايا بفيلم يستحق المشاهده، وان الاعجاب او الاشتراك تقدير منك على مجهودي وتعبي. بشكركم. كان معاكم هاني فؤاد.